سمعت قبل كده عن بلد ما تقدرش تدخلها بموبايلك؟ مجرد ما رجلك تخطي المطار هناك بتتفتش ويتاخد منك موبايلك ومش بتتحرك جوه البلد من غير مرافق حكومي. الممنوع هناك اكتر من المسموح بكتير. ممنوع تتحرك من الاوتيل اللي انت قاعد فيه غير بمواعيد وتصاريح، وممنوع تمسك موبايل ولا تدخل على الانترنت، وطبعا ممنوع تصور اي حاجة في البلد. وكل اللي بتشوفه قدامك في كل حتة في الشوارع هي تماثيل وصور للزعيم وعيلته. دي مش رواية خيالية، دي كوريا الشمالية. تعال احكي لك لو رحت هناك هتشوف ايه. خليكوا معايا. مادام قلنا كوريا الشمالية يبقى أول حاجة هتيجي في بالك هي النووي. كوريا الشمالية أصلاً اتبنت على فكرة إن العالم كله عدو، وإن الشعب لازم يعيش ورا جدار مغلق محدش يقدر يعديه عشان يحميه، وعشان كده الحياة هناك مختلفة عن أي بلد في الدنيا. فلما تيجي تبص على كوريا الشمالية مش هتلاقيها دولة عادية، دي معسكر كبير. من صغرهم الأطفال بيتربوا على فكرة إنهم جنود أكتر ما بيتربوا على إنهم مواطنين. التجنيد هناك إجباري، والشاب ممكن يخدم في الجيش من 7 ل10 سنين وممكن أكتر. يعني حياتك كلها بتتوجه إنك تبقى جزء من المكنة العسكرية للدولة. الجيش هناك مش بس جيش، ده العمود الفقري للنظام. أكلهم قبل باقي الشعب، لبسهم قبل باقي الشعب، لأنهم خط الدفاع الأول عن الزعيم. والزعيم بيقدم نفسه للعالم على إنه مش مجرد قائد، لكن درع نووي لمواجهة أي عدو. لكن رغم إن البلد غرقانة في الفقر، مفيش أكل كفاية ولا كهرباء كفاية، لكن مليارات الدولارات اتدفعت عشان يطوروا صواريخ باليستية ورؤوس نووية. التجارب النووية بتتعمل تحت الأرض في سرية تامة، لكن كل فترة بيطلعوا بعرض استعراضي، صواريخ بتتحرك في الشوارع، عرض عسكري ضخم، رسالة واضحة للعالم إن هم موجودين وإن هم خطر. الغريب إن الشعب نفسه بيتربى على فكرة إن النووي مش مجرد سلاح، ده رمز وفخر لبلدهم، وإنه الدليل الوحيد إن بلدهم قوة عظمى حتى لو هم جعانين في بيوتهم. وكل ما النظام يحس بضغط أو تهديد من بره يطلع الكارت النووي. لكن الحقيقة إن النووي بالنسبة لكوريا الشمالية مش بس وسيلة ردع، ده طوق نجاة. النظام عارف كويس إن من غيره ممكن ينهار في أي لحظة، فبيتمسك بيه وكأن حياته متعلقة بالزرار الأحمر. طب شكل الحياة العادية هناك عامل إزاي؟ تعالى نبدأ من العاصمة بيونج يانج. مدينة كبيرة، مباني ضخمة، شوارع واسعة جدا، لكن الغريب إنها شبه فاضية. العربيات هناك قليلة جدا عشان مش مسموح لعامة الشعب إنهم يمتلكوا عربيات. الناس أصلا وهي ماشية في الشارع ماشية بصمت غريب، وكل زاوية حواليك لازم تلاقي فيها صور وتماثيل للزعيم وأبوه وجده، وكأن المدينة معمولة عشان تعظم العيلة الحاكمة مش عشان يعيش فيها شعب. أما البيوت هناك بقى قصة تانية. انت فاكر ان الناس هناك بتشتري بيوت وتسكنها عادي كده زي اي حتة في العالم؟ لا، المساكن هناك بتتوزع حسب ولائك للنظام. في نظام اسمه سانجبون بيفرق بين الناس. لو عيلتك قريبة من السلطة هتلاقي شقة كويسة في العاصمة، لو العيلة ليها ماضي مش مريح زي ان حد من قرايبك كان ضد الحزب مثلا هتتركن في مناطق ابعد بظروف اوحش. يعني مستقبلك كله بيتحدد على اساس ماضي عيلتك. اما الاكل بقى حكاية لوحده. المحلات هناك مليانة صور دعاية، بس على ارض الواقع في نقص رهيب في السلع. كتير من الناس بيعتمدوا على الرز والذرة كوجبات أساسية، فاللحمة رفاهية شوية عندهم. وفي أوقات كتير الدولة نفسها ما بتقدرش توفر أكل كفاية، وده خلى المجاعة في التسعينات تقتل ناس كتير قوي هناك. طب لو فكرت إنك تشتري حاجة من بره تبقى بتحلم. مفيش منتجات أجنبية إلا بشكل محدود جدا، ومش أي حد يقدر يوصل لها. المدهش بقى إن الشعب بيتعامل مع الوضع ده كأنه طبيعي، لأنه من صغره متعلم إن كوريا الشمالية هي الجنة الوحيدة على الأرض، وإن أي حتة في العالم بره دمار. كل حاجة حواليهم بتتقال بنفس النغمة، الكتب، الإعلام، المدرسة، وحتى الجمل اللي بيستخدموها في حياتهم اليومية. يعني خلينا نقول ببساطة إنها بلد ما عندهاش حتى مفهوم الاختيار في أبسط الحاجات. لا في اختيارات في الأكل ولا في السكن ولا حتى في الأفكار اللي ممكن تدخل دماغك. كل حاجة هناك متصممة عشان توصلك لنفس النتيجة، إن الزعيم هو البداية والنهاية. لو عايز تفهم قد إيه كوريا الشمالية معزولة عن العالم يبقى لازم تبدأ بالإنترنت، لأن ببساطة الإنترنت اللي إحنا نعرفه ده مش موجود عندهم. المواطن العادي هناك عمره ما سمع عن جوجل ولا دخل فيسبوك ولا يعرف حاجة عن اليوتيوب. كل ده
ممنوع. اللي عندهم حاجة كده شبه الإنترنت المحلي اسمها كوانجين يونغ. الشبكة دي معمولة بالكامل جوه البلد وما فيهاش أي صلة بالعالم الخارجي. يعني أنت لو كتبت أمريكا مثلا مش هيطلع لك مواقع وصور زي عندنا، هتلاقي مقالات حكومية بتتكلم عن إن أمريكا هي عدو الشعب وإن كوريا الشمالية هي اللي عايشة في الجنة. كل كلمة كل صورة متفلترة ومختارينها كويس قوي. طب إيه اللي موجود على الشبكة دي؟ مواقع تعليمية بسيطة، مقالات عن إنجازات الزعيم، أخبار كلها دعائية، وشوية معلومات عامة كده عن العلوم والرياضة، لكن مفيش أي حاجة عن الواقع بره البلد. كأنك عايش في عالم موازي، نسخة بدائية جدا هدفها انك تفضل مؤمن انك عايش في احسن مكان على الكوكب. اما الموبايلات هناك فهي حكاية تانية. الموبايل اللي بيمسكه المواطن الكوري الشمالي مش زينا، هو فعلا سمارت فون لكن معمول مخصوص من الحكومة، مفهوش انترنت عالمي، مفهوش برامج اجنبية، حتى البلوتوث ساعات بيكون مقفول، وكل التطبيقات اللي عليه محلية بتخدم النظام وبس. التليفونات دي معمولة بطريقة ذكية جدا، اي ملف تصوره او تسجله على الموبايل بيتخزن بطريقة تخلي الحكومة توصله في أي وقت. أي محاولة لنقل بيانات من موبايل لموبايل بيسجل علامة، وكمان الموبايل بيتفتش في أي وقت من المسؤولين. يعني تخيل حتى صور عيلتك أو رسائل شخصية مش مضمون حتى إنها تفضل خاصة. والموضوع مش بيقف هنا، لو في أجنبي زار البلد ومعاه موبايل حديث، وده ما بيحصلش إلا يعني في أضيق الحدود، بيتاخد منه موبايله أول ما يوصل المطار ويرجع ياخده تاني وهو مسافر. ولو سمحوا له يستخدمه بيبقى معاه خط خاص بالأجانب، بس استخدامه محدود جدا. الحكومة أصلا عاملة شبكة اتصالات كاملة منفصلة للأجانب بعيد خالص عن الشبكة اللي بيستخدمها المواطنين. يعني المواطن الكوري نفسه ملهوش أي وسيلة إنه يتواصل مع السايح اللي جنبه أو حتى يعرف العالم اللي بره ده بيتكلم عن إيه. تخيل معايا إن في شباب هناك عمرهم ما شافوا فيديو كليب مثلا، ولا عرفوا إن في مسلسلات غير اللي بتنتجها بلدهم، ولا حتى شافوا صور طبيعية عن بلد بره بلدهم. تخيل إنك تتولد وتعيش وتموت وإنت أصلا ما تعرفش إن في حاجة موجودة بره حدود دايرتك. وفي حالات نادرة لناس قدرت تهرب USB أو DVD من بره البلد، وعرضوا على الشباب مسلسلات كورية جنوبية وأفلام أمريكية. اللي بيشوف الحاجات دي لأول مرة بيتصدم، بينبهروا باللي هم شايفينه واللي ما كانوش متوقعينه انه موجود في العالم اصلا. واللي بيتمسك فيهم بيدخل السجن فورا، وممكن يقضي سنين طويله في السجن لمجرد انه شاف فيلم اجنبي. يعني الانترنت والموبايل عندهم مش مجرد وسيله رفاهيه، دي وسيله سيطره. السيطره على كل معلومه ممكن توصل لعقلك عشان تفضل شايف ان مفيش بديل غير حياتك اللي انت عايشها. لما تعيش في بلد زي كوريا الشماليه طبيعي يجي في بالك سؤال: طب الناس دي مش بتحاول تهرب؟ الحقيقه ان في الاف حاولوا، لكن الهروب من هناك مخاطرة كبيرة بحياتك وبحياة عيلتك. الحدود مع كوريا الجنوبية مثلا مليانة أسلاك شائكة وألغام وأبراج مراقبة. أي محاولة لأي حد إنه يعدي من هناك معناها إنه هيموت فورا. عشان كده معظم اللي بيهربوا بيختاروا الطريق الأصعب، وهو الحدود مع الصين. بيقطعوا نهر يانجونج في عز البرد، وأحيانا بالليل وسط الضلمة عشان يتجنبوا إن الجنود يشوفوهم. النهر هناك بيتجمد في الشتاء، لكن لو اتقفشت وانت بتعديه مصيرك هيبقى يا الإعدام يا السجن. ولو فرضنا إنك عديت النهر لسه قدامك معركة تانية. الصين مش بتعتبر الكوريين لاجئين وبتحميهم، لا بتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين. يعني لو اتقبض عليك هناك هيرجعوك تاني كوريا الشمالية، وساعتها العقوبات بتبقى قاسية جدا. سجن طويل، أشغال شقة، وأحيانا إعدام علني قدام كل الناس عشان يكون عبرة لغيره. اللي بينجح فعلا في الهروب غالبا بيكمل رحلته من الصين لبلد ثالث زي كوريا الجنوبية أو تايلاند، لكن الطريق ده طويل وخطير ومحتاج شبكة تهريب سرية ومبالغ كبيرة. في قصص حقيقية ناس حكوا عنها بعد ما وصلوا بره. واحدة مثلا بتحكي إنها فضلت ماشية على رجلها أيام كاملة في الجبال الصينية عشان تتجنب الشرطة. الصدمة الأكبر إن اللي بيهرب مش بس بيعرض نفسه للخطر، لا ده عيلته كلها بتدفع الثمن. الحكومة هناك بتعاقب 3 أجيال، يعني لو انت هربت ممكن أبوك وأمك وإخواتك وولادك يتسجنوا ويتنقلوا لمعسكرات عمل عشان يمنعوا أي حد ممكن يفكر زيك. وبرغم كل ده لسه في ناس بتجازف. ليه؟ لأن مجرد شريط فيديو اتشاف في السر أو كلمة اتسمعت بالغلط عن العالم اللي بره كفاية إنها تزرع جواهم رغبة في إنهم يعيشوا حياة مختلفة. الهروب من كوريا الشمالية مش مجرد قرار، دي مخاطرة مرعبة، لكن آلاف كل سنة بياخدوا المخاطرة دي إنهم يشوفوا العالم اللي إحنا بنشوفه كل يوم بشكل طبيعي. طب تفتكر المواطن العادي في كوريا الشمالية يومه بيمشي إزاي؟ خليني أخدك جوه يوم واحد بس. الصبح قبل ما الناس تروح شغلها الشوارع مليانة بمكبرات الصوت، بيشغلوا عليها أغاني تمجيد للزعيم، ونشرات أخبار كلها انتصارات وهمية عن بلدهم وإنجازات عسكرية ومشروعات عظيمة. يعني أنت بتصحى من النوم مش على صوت المنبه، لأ
على صوت الحكومة. في المدرسة بقى الأطفال بيتعلموا من أول يوم إن الزعيم ده أهم من الأب والأم، صوره في الفصول وكل درس لازم يدور حوالين تمجيده. حتى مادة الرياضيات مسائلها ممكن تبقى زي لو عندنا 5 جنود أعداء وقتلنا منهم 3 متبقي كام؟ طيب والأكل؟ هنا المأساة. الغالبية عايشين على حصص غذائية بتوزعها الدولة، رز، ذرة، شوية بطاطس، لكن اللحمة والفاكهة رفاهية شبه مستحيلة. في عائلات بتقضي أيام من غير ما تدوق أي نوع من أنواع البروتين، ومع ذلك الإعلام بيقول للشعب إحنا عايشين في نعيم والعالم بره هو اللي جعان. وفي وسط ده كله في نظام مراقبة صارم، كل مواطن بيتسجل في لجان أحياء، يعني جارك ممكن يكون هو اللي بيراقبك وبيكتب تقارير عنك للحكومة. حياتك الخاصة مش موجودة. كلمة سلبية عن النظام كفيلة إنها تمسحك من على وش الأرض، يا إما معسكر اعتقال يا إما إعدام علني. ولما تتمشى في العاصمة بيونج يانج تلاقي المشهد كله غريب، الناس قليلة جدا والمكان شبه فاضي عشان يوري الزوار صورة مثالية. رغم الشوارع الواسعة والمباني الكتير لكن مفيش زحمة، كأنك عايش في مدينة مصنوعة مخصوص مش مدينة حقيقية. من الآخر بتلاقي نفسك قدام مفارقة عجيبة، شعب معزول جعان عايش في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وفي نفس الوقت حكومته معاها واحد من أخطر الأسلحة على وجه الأرض. وهي دي المفارقة اللي بتخلي كوريا الشمالية واحدة من أكتر الدول المرعبة والغامضة في العالم، بلد الزمن وقف فيها وعاملة رعب للكوكب كله. لو بتحب القصص الغريبة فلازم تشوف الفيديوهات دي، وطبعا مصادر الحلقة دي هتلاقيها في أول كومنت. أشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.